تبادلية، تعاونية، مثلية، سلمية، عادلة. هذه الخمسة الأمور، وكل أمر له دليل من القرآن الكريم، ذكرت ذلك. إذا الحرب استثناء، العدوان استثناء، هو رد للاعتداء. وإلا في الأصل السلم والتعاون. التعاون. أنت ذكرت أن علاقة تعاونية وعلاقة تبادلية وسلمية وعادلة ومثلية بالمثل. إذا عاقبتم فعاقبوا بمثل. متكافئة. نعم. متكافئة. علاقة الحرب هي استثناء. نعم. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. البر والقسط هو الأصل للعالم. نعم. بحيث كيف نبين هذا للناس، العدل والرحمة. هناك أشياء حدثت اليوم، مثلا التجسس العالمي الذي حصل الرسمي على الأجهزة، على دول، على اتحادات كبرى، على رؤساء. لو كنا نحن الذين أنتجنا التقنية هذه ما تجسسنا، لأنه محرم عندنا بالنص القطعي ولا تجسسوا. فيدخل فيه الفرد والجماعة والأحزاب والهيئات والدول والرؤساء ويدخل فيه كل صغيرة وكبيرة. لا يجوز التجسس إلا على العدو في الحرب فقط، لمصلحة الحرب. أما غير ذلك أن تخترق. طيب إذا كان في مثلا أجهزة الدولة مثل الأمن القومي أو الأمن الوطني أو السياسي أو سمي ما شئت، أو المخابرات، إذا تجسست مثلا لمصلحة وطنية، لمصلحة أو تابعت الأخبار، ما موقف الشرع؟ المصلحة الشرعية هو قوله سبحانه وتعالى لا تجسسوا. هذا الأصل. هذا عام الأصل. لكن قد طيب هناك استثناء في الحرب، استثني في الحرب لأنك أمام عدو محارب. لكن إذا قلت المصلحة، من هو الذي يضبط المصلحة؟ أيوة. هل يضبطها الأمن؟ هل يضبطها الحكومة ضد المعارضة أو المعارضة ضد الحكومة؟ أو من يحكم من هو المستهدف والمستهدف؟ فندخل لنا في أمور إشكالات ونوسع الدائرة، ولا ندري إلا الاتصالات مراقبة والأشخاص مراقبون. فالأصل لا تجسس. فلا يجوز التجسس لدولة أو لغير دولة. ويجب إذا أرادوا أي فعل ذلك أن يناقشوا في مجالس التي الأمة مثل مجلس النواب، ويأتوا بعلماء لهذا وما هي المصلحة بالنص، ويقولوا على من سنتجسس. نعم. وما هي القضية وما هي المدة وما هي الضوابط الشرعية. أحسنتم. أيضا بالنسبة لمشروعكم، مشروع الثورة الفقهية هذا أو التجديد في الفقه المعاصر إذا جاز التعبير أفضل، فلو قلنا أنه هذا المشروع مشروع مثل ما شرحتوه مشروع كبير وواسع، فكيف اقتصرتم على شخصكم الكريم فقط؟ يعني الأفضل أو يطرح الناس أن يكون هذا المشروع تكون به مؤسسات، جامعات، مراكز بحثية، مجامع فقهية، يجتمع علماء من جميع أقطار العالم الإسلامي، ويجتمع مختصون في الطب ومختصون في السياسة ومختصون في الاقتصاد، وينتجوا إنتاجات جديدة واجتهادات جديدة بناء على المعلومات الذي لديهم من أصحاب الاختصاص في الطب، في السياسة، في كل المجالات. فكيف تقتصرون على شخصك فقط؟ ومن قال لك أنني اقتصرت على شخصي؟ أنا أدعو من خلال هذه الشاشة ومن خلال موقع صفحتنا في الفيسبوك التي هي صفحة ثورة الفقه، ومن خلال معنا رسالة. نعم. من الفقير إلى الله فضل عبد الله إلى كل مسلم، إلى كل إنسان. نحن نحمل هذا المشروع فندعو الهيئات، ندعو العلماء، ندعو المؤسسات، ندعو الإعلام لمعرفة ما عندنا، للتعاون معنا، لإنشاء شيء كبير في هذا الباب. تواصل بنا صحافة محلية وعالمية، وتواصل بنا مؤسسات، وتواصل بنا. في فرق يا دكتور، يشتغلوا معك ويتعاونوا معك أو يشاوروا ويكونوا مصدر في القرار؟ هو سيكون هذا الكلام. نعم. سيكون. أنا لو يأخذها واحد ويقول تفضل هذا المشروع اعمله، مش أن أنا أحمل نفسي. لا أريد ذلك. ولكن مثلا المجامع الفقهية اليوم، المجامع الفقهية اجتمعت منذ تقريبا الثمانينات إلى اليوم، فأخرجت لنا فقه البنوك وفقه الطب فقط. تصور 45 مجلد، 45 مجلد المجلة المجمع الفقهي كلها حول الطب وقضايا الطب وقضايا الاقتصاد والبنوك. ما ناقشوا، لم يناقشوا. هناك خطوط حمراء ما يستطيعوا يناقشوها، مثل قضايا الدولة، قضايا السياسة، قضايا هناك قضايا هامة جدا ما يستطيعوش كمجامع فقهية مجتمعة يجمعوا عليها. لا يستطيعون، لأن تحتاج إلى. فأنت مثلا الشافعي لو انتظر
العلماء قال ضروري نجتمع ونعمل فقه في الأم للكل، ما يمكن يؤلف الأم، فألفه للناس وتركه للبحث. أحسنتم. هو مفتاح. لكن الإمام مالك عندما، أو الإمام مالك نعم، عندما دعاه أبو جعفر المنصور أن يضع كتابا يعمم على جميع أقدار العالم ويكون كالقانون والدستور الذي يمشوا عليه، رفض الإمام مالك وقال إن أصحاب رسول الله توزعوا في الأرض، أو كما قال. شكرا، وهذا منهجنا. شكرا دكتورنا العزيز، معذرة منك ومن أعزائنا المشاهدين في هذا الفاصل البسيط، ثم نعود إليكم، انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم فقه الحياة، ومع فضيلة الدكتور فضل مراد، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، أستاذ المقاصد وأصول الفقه والفقه المقارن. مرحبا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. لا زلنا في مشروعكم التجديدي، أو ما تسمونه مشروع ثورة الفقه المعاصر، وتكلمنا وطرحنا عليكم أن بعض الناس يطرحون أن المشروع هذا قمت به أنت وحدك، والمفروض أن تقوم به مؤسسات وجامعات ومراكز بحثية ومجامع فقهية، فأجبت أنت أن المجال مفتوح وليس في هذا احتكار. والدعوة أيضا دعوتك من خلال هذه الشاشة أنك تدعو الجميع للتعاون وللمشاركة وللمساهمة وللتعديل وللإدارة وللتعديل إن رأوا في أشياء بمبررات منطقية، وهذا كلام طيب. طبعا جرت بينك أنت وبعض المفكرين، بعض العلماء، نقاشات عبر الصحف، عبر قنوات، عبر غيرها، نقاشات في مواضيع كثيرة، منها نقاش تابعناه في الجمهورية بينك أنت وعصام القيسي، الأستاذ عصام القيسي، كان نقاش جميل وحرك أشياء كذا. يطرح البعض أنك استفدت من ذلك النقاش في تعديل بعض أفكارك وفيما أخرجت من هذه الموسوعة، هل هذا صحيح؟ كل النقاشات والمناظرات لا بد أن يستفيد منها العالم والباحث، أكيد. سواء استفاد في الأصول أو في القواعد أو استفاد في الطرح، في قضايا الطرح. ما طرحته الآن من أمور الأصول الكلية والتجديد هي فكرة قلت لك قديمة جدا كانت عندي. النقاش الذي كان دار بيني وبين الأستاذ عصام القيسي هو كأن ينشر على الحديث، هو لا يؤمن بالحديث. لا يؤمن بالحديث، لا يقول بحجية الحديث، لا يؤمن به، يقول حديث النبي من التاريخ، لا من الدين، لا من الدين. ففي هذا الجزئية ناقشته من القرآن، ناقشته بما يؤمن به، بما يؤمن به، لأنه لا كيف تناقش بالسنة؟ أناقشه من خلال آيات التي هي دليل وحجج. وهو تراجع في بعض الشيء، في بعض المسائل تراجع في مثلا حديث الغرانيق، كان يقول أنه في صحيح البخاري، ولما وصله الرد أنه ليس في السنن نهائيا، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن، هو حديث شيء موضوع وضعه بعض أصحاب التاريخ. المهم ما من نقاش أو مناظرة. الشافعي ما نضج عنده الفقه الجديد الذي سماه الجديد فعلا، سماه المذهب الجديد، له قول قديم وقول جديد. ما نضج عنده إلا بعد أن استقر في مصر، بعد أن رحل إلى اليمن وإلى مكة وذهب إلى المدينة وإلى البصرة، التقى بكل المدارس. نحن عملنا مثل هذه الرحلات وتلقينا على مختلف المدارس، بدءا من الجامع الكبير إلى المدرسة السلفية في مراكز الشيخ مقبل بن هادي، إلى جامعة الإيمان، إلى مختلف المراكز في العلمية والجامعات والأفكار، لأنه لا تحصر نفسك بقانون معين، بل اسمع من الناس تستفيد. فلا شك أن أي مناظرة أو بحث أو يستفيد منها الإنسان. نعم، حياكم الله. أيضا فضيلة الشيخ، القضايا التي طرحتها قضايا جديدة وعميقة. نريد ما هي الموضوع الذي طرحته مثلا في الجماليات، في الغناء، في الفن، كيف طرحتم هذه القضايا؟ طبعا حينما أنت ترث ميراث من الأقوال ومن الفقه، وأحيانا وأصبح كمسلمات، وأحيانا يكون كما في هذه المسألة التي أنت ذكرتها، يكون هناك نقول لا ينقلها الطرف الذي يحتج عليك. نعم. أولا مسألة الجماليات، الجمال هو أمر مقصود في الشرع. نعم. قال ولكم فيها جمال. وقال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
فهي من وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إذا الجماليات، المتنفسات، الحدائق، الحفاظ عليها، كله تكلمنا عنها في فقه البيئة والصحة. وفي فقه الفن الجمال. طيب بالنسبة لمسألة الغنى، هذه معركة قديمة من المعارك الكبيرة بين العلماء وبين الفقهاء، وقد بسطها الشوكاني وابن حجر وغيره، ألف فيها مؤلفات كثيرة جدا. فالحاصل الذي يتحصل من المسألة، بحثت بحث محايد في كل المسائل بإذن الله، أنه بحث محايد. أظن نفسي يعني من غير اتجاه مذهبي من غير اتجاه. وكتبت في مقدمة الكتاب أنه من اطلع في كتاب هذا على ما يناقض الكتاب والسنة فهو رد، في أول ورقة في الكتاب. وعليه أن يراسلني نصيحة حتى أعدلها، لأن الإنسان خطأ، وكتبت الإيميل. فمثل هذه القضية ذكرناها في مسائل الفن، وذكرنا مسألة التمثيل. فدراسة الحديث، من خلال الدراسة الحديثية، الحديث مضطرب، وذلك تحرج البخاري من إخراجه موصولا، أصل من معلق من المعلقات. فلما تأتي إلى مقاصد الشريعة، يعني هذا هو الحديث الوحيد في الذي يفهم منه التعريف. البقية كلها ضعيفة ومنكرة. وحتى هذا قالوا الذي في الغناء أنه في حفلة فيها غناء وفيها رقص، هو هذا الاضطراب، حتى لو صح، هو هذا الاضطراب. نعم. في رواية الحر والحرير والمعازف، وفي رواية أخرى تعزف على رؤوسهم القيان، وهي أصح. وهي أصح، يعني هذا بهذه الناحية. أيوة. فالنتيجة للاضطراب فيه لم أستدل به. تعالوا إلى الاستدلال مثلا بآيات أخرى أو بمقاصد الشريعة مثل الآيات، ولم أرى من الفقهاء من استدل بها، لكن قال الله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون.